بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب. معلش بنأخر في الفيديوهات بتاعتنا، ظروف الشغل وكده. هنعمل حاجة جديدة النهاردة. هنعمل حاجة اسمها الرف الطاير. رف طاير على الطاير. تمام؟ هنعمله ازاي؟ هنشرح واحدة واحدة ان شاء الله. تعالوا نشوف. انا عندي، ممكن تشتري خشب او يكون عندك مثلا، لو عندك حاجه في البيت فضلات خشب كده. انا عندي حاجات خشب كده. تمام. بحب احتفظ بيها. بعمل بيها افكار، ترابيزه، كرسي، طاطوره كده يعني. فانا عندي بواقي خشب كده يعني. فحاول اعمل دي قطعه منهم. دي قطعه خشب حوالي، ممكن كده نقول 65 أو 70 سنتي، 70 سنتي. تمام. هنعملها رف على الطاير. هنشوف هنعملها ازاي. هنعملها في عمود زي ده كده. هنعملها في عمود زي ده كده. تمام. هنعملها كده كده. يتحط عليها بقى ايه؟ طقطوقة، فازة صغيرة، أي حاجة شيك كده. وهنعملها ازاي؟ نجيب مسمار زي ده كده من عند الحداد. مسمار ألاوز، مش عارف بيسموه ايه، سيخ أو سيخ. تمام، من عند الحداد. وهنقطع مثلا منه 10 سنتي أو 15 سنتي على قطعتين. أنا هنقطع مثلا ديتي كده، نقطعها نصين، حوالي 20 سنتي دي نقطعها نصين. تمام. وهنعمل خرمين هنا، واحد هنا وواحد هنا في الشنيور. تيجوا نشوف نعملها ازاي. تعالوا نشوف. هنبدأ نخرم بالشنيور. واحد هنا كده. هنجيب حاجة نقطع بيها. هنجيب الصاروخ نقطع بيه دي. نقطع هنا كده، نقطع النص كده كده. قطعنا دول. تمام. خلاص خلصنا قطع كده. يلا بينا نكمل جوه كده حبايبنا. بعد ما ركبنا المسمار بالتساوي. تمام. يعني تقريبا نصه جوه الخشب ونصه هيبقى جوه الحيط. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ عايزين نلون الخشبة دي عشان شكلها ما يبقاش كده. طيب نفرد الموضوع الأول عشان المدام ما تزعلناش ونبهدل الدنيا. ماشي. ادي جوه نار، وادي الخشبة. معانا شوية مية دافية، ودي صبغة الأخشاب. صبغة الأخشاب أي درجة يعني متوفر. أنا طبعا مش بحب أكلم، بس الحاجات دي بواقي عندي. كنا بنعمل باب، كنت بدهن باب وباقي عندي. تمام. حتة سفنجة صغيرة، طبق صغير. طيب ده بتتخفف ممكن بتنر أو ممكن بالمية دافية كده يعني شوية. ماشي. فاحنا مش مستاهلة تنر، احنا نلونها تلوينة بسيطة بس كده. كام نقطة كده، شوية مية دافية. اوبا، شفتوا بقى كنت عامل حسابي. ادينا تعب نار كويس، حاجة بسيطة مش هتصور. ناخد كده بالسفنجة. هو يعني صبغة كده بسيطة، نلونها على بسيط.
تمام. وفي إمكانك طبعا بعد كده تلمع بأي فليتو، بس أنا شايف إنها مش مستاهلة تلميع. تمام كده. كويس إن أنا حطيت حاجة تحتينا عشان إيه منبهدلش تاني. كمل تاني كده. كده يعني نسيبها شوية كده تنشف. حبيت من إيه ندوش تاني، أشوف حاجة إيه أنضف بيها الحتة كده. يعني إيه اللي عايز يلمعها يلمعها، واللي عايز يسيبها كده يسيبها كده. كده بعد ما اتدهنت نعلم بقى مكانها ما هنفرم في الحيط. مثلا هنعملها هنا كده، نعملها هنا كده، نعمل بالتساوي، نعمل كده مكان المسامير ونعلم. نعلم بقى كده. طيب عايزين نشوفها مظبوطة ولا لأ. كده بالنظر تقريبا كده مظبوط، عشان ايه متبقاش مايلة. من غير ميزان ومن غير أي حاجة، بالنظر كده باينة. تمام. يلا هنخرج من هنا وهنخرج من هنا. يلا نجيب الشنيور بتاعنا. طبعا يعني أنا مش بقول لأي حد يتكلف، يعني أنا كل حاجة بتبقى عندي، فبفكر في حاجة من الحاجات اللي عندي دي ما تكلفنيش. الخشبة كانت عندي والمسمار عندي، يعني تقريبا أنا مشتريتش حاجة، والصبغة عندي، الشنيور بتاعنا الجميل. تمام. نشوف بنطة ايه بقى اسمها رقم 10. بنطة رقم 10. ممكن دي، ممكن دي حلوة. ماشي شغالة. ودي كده ركبت. وأنا في موقف كده محتاجين حاجة للفيشة، مشترك. طيب ثواني أجيب مشترك، خليكم معايا. أدي جبنا مشترك، نطول السلك شوية كده. تمام. بسم الله. نخليها على وكده معمول على الدائر، نعمله على ايه التخريم. طيب عشان ما يبهدلش الدنيا هنخرج معانا، يعني نجيب حاجة يقع فيها. جبت جاروف. بسم الله. كويس جدا. شايفين كده عشان ما نبهدلش الدنيا، وما دام ايه تخرجنا برا الشقة. بسم الله.
طيب حتى نميت شوية مش مشكلة. بصوا نعمل ايه بقى، نجيب كده الرف بتاعنا جاهز، يعني حتى لسه ما نشوفش قوي بس ايه هو ينشف بقى فوق مع نفسه خفيفة. يلا هنعمل مكان ايه ما احنا قررنا كده. يلا دقة بسيطة. ادي الرف بتاعنا يا جماعة، ممكن انا اتشعلق بيه واتحمل عليه بدون اي مشاكل. ننزل كده تحت نحطها عليه. استني كده الزقانة زي ما انتم شايفين. هنحط بقى عليه حاجات كده للزينة. تمام، ممكن مصحف كومباز، طبعا ناقص وردة نبقى نحطها، ممكن زرعة طقطوقة. وبالشكل ده يبقى عملنا منظر جمالي يرفع الطاير. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتعليقكم الجميل عشان نقدر نكمل. ويا ريت حد يقول لي ايه رأيه. هي ما خدتش مني بالظبط كده ربع ساعة. شكرا والسلام عليكم.